سلام عليكم. عايزين نحكي على فيلم خرج ولم يعد، ومعلومة صغيرة كده عنه لأول مرة هتسمعوها. أولا عادل إمام هو اللي كان مرشح لبطولة الفيلم بدل يحيى الفخراني، لكن عادل إمام اعتذر لأن مخرج الفيلم وقتها كان محمد خان، وعادل إمام قرر إن هو ما يكررش التجربة تاني مع محمد خان، خصوصا بعد فيلم الحريف اللي منجحش تجاريا في السينما. عشان كده تم ترشيح يحيى الفخراني بدل عادل إمام للفيلم، وكان لسه يحيى وجه جديد، وطبعا ما صدق يتعرض عليه دور البطولة. ودي كانت أول بطولة في تاريخ يحيى الفخراني. تخيلوا كمان مين كان مرشح للفيلم. حسن عابدين ومحمود مرسي كانوا مرشحين إن هم يعملوا دور كمال بيه اللي قام بيه بعد كده فريد شوقي، والاتنين برضو رفضوا إن هم يقوموا بالدور، ومحمد خان اتحايل على فريد شوقي إن هو يقوم بالدور، وفعلا قام بيه ونجح جدا الفيلم. في نفس السنة بقى عادل إمام عمل فيلم حتى لا يطير الدخان، ويشاء السميع العليم إن الفيلمين خرج ولم يعد وحتى لا يطير الدخان يترشحوا لنيل جائزة سينمائية، وكان نور الشريف من ضمن لجنة التحكيم، وفي الآخر فاز فيلم خرج ولم يعد بجائزة التحكيم. كمان يحيى الفخراني خد جايزة أحسن ممثل للفيلم في مهرجان صفاقس الدولي. الجدير بالذكر إن العاملين في الفيلم سواء ليلى علوي ولا يحيى الفخراني ولا فريد شوقي كلهم زاد وزنهم، لأنهم كانوا بيصوروا في منطقة ريفية، وكان طول النهار والليل بياكلوا أكل فلاحي.